مساء الخير على كل مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وفترة جديدة مفتوحة من فتراتنا المساء الخير يا اسكندرية والفترة الثقافية. نسعد بكم نحن فريق العمل لهذه الفترة من كنترول الإذاعة. يحييكم الزميل رأفت خميس. في التنفيذ على الهواء لكم أرق التحيات من الزميل علاء الجزائري. في التقديم وإعداد هذه الفترة لكم أرق التحيات من الزميل العزيز مجدي فكري. أرق تحياتي وحبي لكم منال زيدان. برحب بيك زميلي العزيز مجدي فكري، أهلا وسهلا بيك. بنرحب بيك في الفترة الثقافية، منور استوديو الهواء. يمكن النهاردة هنتكلم عن معرض الكتاب الدولي اللي بدأ فعالياته يوم الخميس الماضي. فعلا زي ما انت ذكرتي، النهارده بقى ايه، هنعمل جولة كده مع أدباء اسكندرية والشعراء والكتاب المشاركين في معرض الكتاب الدولي، معرض القاهرة الدولي للكتاب. والحمد لله يعني السنة دي مشاركة كبيرة جدا من أبناء اسكندرية، وزي ما تعودنا كل سنة بيشاركوا، بس يمكن السنة دي مشاركة أكتر شوية، شعراء وكتاب قصة ونقاد ويعني وكتاب. مجموعة كبيرة من أدباء اسكندرية بيشاركوا في المعرض، بالإضافة طبعا للأدباء اللي بيسافروا للتعرف على الجديد في مجال الكتب ومجال الإصدارات الحديثة. كل دول بيشاركوا السنة دي في معرض الكتاب. ومعرض الكتاب السنة دي بيحمل شعار الشباب وثقافة المستقبل، وده كمان العنوان جاي تماشيا مع اهتمام الدولة واهتمام السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بالشباب. ويعني زي ما احنا عارفين كان منذ أيام قليلة مؤتمر الشباب في أسوان، ويعني قد ايه الرئيس حريص على انه يتواصل مع الشباب، حريص انه يسمع صوت الشباب، حريص ان الدولة تقدم للشباب كل الامكانيات وسخر لهم كل الامور اللي تقدر تساعدهم في انهم يبتكروا ويبدعوا وينطلقوا. يعني الشباب هم امل المستقبل زي ما بيقول. نتمنى ان الشباب دي تبدع وتواصل بعدنا ان شاء الله. يا رب يكون كده مصر على ايديهم ايد يعلوها الخير والنماء والبركة. يا رب مصر دايما بالشباب قوية وعافية وأبية أيضا يا رب. نطلع فاصل ونرجع تاني نستكمل حواراتنا مع أدباء وكتاب الإسكندرية اللي مشاركين في المعرض، ناخد منهم فكرة عن المعرض وعن مشاركتهم في هذا المعرض أيضا. أصدقائي المستمعين، يمكن أولى اللقاءات اللي نجريها النهاردة في الحديث عن معرض الكتاب مع الصديق العزيز المهندس محمود السيد، صاحب ومدير ومؤسس مجموعة شغف الأدبية، وهي مجموعة مهمة جدا جدا بتبحث عن ازاي توصل الكتاب للجميع، ازاي تخلي القراءة شيء مهم جدا جدا في حياتنا. محمود السيد، أهلا بيك معنا. اهلا بحضرتك مجدي، واهلا بكل ضيوف والمستمعين بتاعت اسكندريه. شغف متواجد السنة دي بقوة في معرض الكتاب. الحمد لله. أنا سامعك أنت في المعرض حاليا صح؟ انا دلوقتي في المعرض. ادينا فكرة بقى عن المعرض النهارده وامبارح وبكره ايه ان شاء الله. هو المعرض السنه دي طبعا مختلف جدا، انا بقالي 6 سنين بالتواصل. يعني انا كشخص بتواجد في المعرض. السنه دي المعرض مميز جدا، افضل من كل سنه، دي حقيقه. وزاره الثقافه عامله مجهود جامد جدا، وكل قطاعاتها موجوده. لاول مره دار الاوبرا بنشوفها، والفنون التشكيليه والفنون الشعبيه. يعني دلوقتي شغال حفله فنون الشعبيه في قائمه الفنون. طبعا كل الحاجات دي مجانا. في برضه العروض اللي هي عروض الخصومات على الطلبه من كل قطاعات الحكومه، زي مكتبه الاسره والهيئه العامه للكتاب. عاملين خصومات للطلبه بتوصل ل 90%. فمعرض متميز جدا السنه دي يعني. كتاب اسكندريه، اتفضل. لا ايوه كلمنا، كمل اتفضل. كتاب اسكندريه برضه مشاركين بقوه. يعني احنا امبارح كان عندنا كان يوم السبت عندنا الكاتبه هبه فاروق. وكان يوم الجمعه كان موجود الشاعر احمد فضل شبلول. وامبارح كان الكاتب احمد السعيد برج العرب. اسكندريه مشاركه بقوه السنه دي يعني. مشاركين بقوه، وتقريبا في يعني رحلات شبه يوميه جماعيه. وكمان جامعه اسكندريه عامله رحله مجانيه يوم 9 فبراير يعني. لطلبه الجامعه اكيد طبعا يعني. طلبه الجامعه لطلبه الجامعه. وفي كمان اتفضل. اتفضل.
في كمان مخيم لشعراء الجامعات مشاركين، ففي جامعة دمنهور اليوم حفل يوم 2، وجامعة اسكندرية يوم 8 إن شاء الله. الإقبال السنة دي من الجمهور العادي يعني كتير؟ لا، هو الإقبال السنة دي يعني صراحة كتير جدا عن كل سنة، وفي مواعيد لبعض الكتاب وبعض الحفلات تحديدا بيبقى ليها إقبال شرس، يعني لدرجة إن الأمن ساعات بيفضها باعتبارها تجمعات، لأنها بتبقى حتى خطر على الكاتب نفسه. طب يعني في جميل. بعض الكتاب والاعلاميين راحوا المستشفيات بسبب الزحمة. الزحمه عليهم. طب والله كويس جدا، يعني القراءة ما زالت بخير في مصر يعني. طبعا. وفي كمان الاحتفالات طبعا فنيه، كان موجود الفنانه غادة رجب والالهام شاهين، وكمان ايمان البحر درويش كان موجود اول يوم. جميل جدا. يعني كمان مش بس قرايه، مش بس كتب، لا ده في حاجات كتير جدا مختلفه. طيب خليني اسالك عن مجموعه شغف بقى، دوركم ايه في المعرض ولا مجرد زوار بس؟ هو احنا طبعا بنعمل رحلات زي كل سنه، وانا كشخص موجود كقارئ، ان انا بلف بدور على الكنوز بتاعه الكتب، وان اي حد من اسكندريه انا سايب رقمي على صفحه شغف بيجي بعمل له زي جوله مجانيه، اوديه اماكن الخصومات، اماكن الحفلات اللي حابب يحضر حفلات. برضو ان احنا هنا متعاونين مع كذا فريق في القاهره، بنعمل جولات ارشاديه للناس، بنعمل للاطفال، بنحاول نجيب لهم كتب مجانيه سواء من الهيئه العامه لقصور الثقافه او غيرها، ويعني نحاول نخلي الطفل من صغره يدايم او يعني يفضل دايما عاوز يجي معرض الكتاب. انا بشكرك جدا مهندس محمود السيد، صاحب ومؤسس ورئيس مجموعه شغف الادبيه. بشكرك، ويا رب جوله جميله كده في المعرض ان شاء الله. شكرا لحضرتك، شكرا مستنيين. هذه الفتره الثقافيه المفتوحه نتحدث عن معرض القاهره الدولي للكتاب الذي يقام حاليا بالقاهره، ومشاركه ادباء الاسكندريه في هذا المعرض الهام. طبعا مشاركه قويه وكبيره. معي الان واحده من ادباء الاسكندريه او اديبات الاسكندريه الذين شاركوا في هذا المعرض الهام، الاديبه والكاتبه الاستاذه نجلاء خليل. كان لها النهارده حفل توقيع داخل معرض الكتاب. استاذه نجلاء اهلا بيكي معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا مبروك حفل التوقيع. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الحمد لله. كان النهارده حفل توقيع؟ كان النهارده حفل توقيع في دار نشر المحروسه. من غير ده كانت من الساعه 1، وكانت بحضور الكاتب عماد قطري اللي هو صاحب دار النشر وعماد من السعوديه. طيب كلمينا عن حفل التوقيع يعني، وبدون ذكر اسماء دور نشر لو سمحتي. طيب حاضر. هو الحمد لله انا ليا يعني بعض الجمهور كده على الفيسبوك من المحافظات وكده، والنهارده فوجئت ان في ناس من كذا محافظه في محافظات القاهره متواجدين معايا، ووقعت اكتر من نسخه، ووقعت الصحفيين والاعلاميين الحمد لله. بيفرق حفل التوقيع يا استاذه نجلاء لما يكون في القاهره في معرض الكتاب الدولي او ولا في اسكندريه بيفرق؟ طبعا. لا، هو وجود الكتاب في معرض الكتاب الدولي ده في حد ذاته تمثيل مشرف لكتاب اسكندريه. جميل. لان مهما بتكتب، لما بتشوف كتابك على الرف في المعرض له تاثير تاني خالص. وحضور كمان حفل التوقيع من اكثر من محافظه، يعني غير ما يكون من ابناء اسكندريه بس. لا، انا حطيت البوست على صفحتي على الفيسبوك، ففي بعض من الناس اللي هي بتحب تقراني كانت متواجده هناك. طيب كلمينا عن الكتاب نفسه بقى بسرعه كده. الكتاب عباره عن نصوص فصحى، هي مشاعر عاريه من الكذب وغارقه في الصدق. جميل جدا جدا. بتتكلم عن القيم النبيله يعني الصدق. هو رومانسي تقريبا، يعني هو رومانسي له اتجاه صوفي في الالفاظ. اقدر اقول لك حاجه منه بسرعه كده؟ يا ريت، اتفضلي. بلهجتي البدائيه اسير على البحر، احدث فيك لا اريد مغادرتك، اتمدد على الافق فامنع الغروب، تمنحني اللحظه وكل حبا لا ينتهي. الله، جميل جدا. كلمينا بقى عن معرض الكتاب، ووصف لنا حاله المعرض كده. انا فوجئت النهارده بمعرض الكتاب
ان انا وقفت طابور كبير جدا جدا جدا، يعني اكتر من نص ساعه عشان ادخل. جميل جدا. الاقبال كبير جدا من الشباب من الجنسين. بس اقدر اقول لك ان الفتيات 3 اضعاف الشباب. حريصين اكتر على القراءه. حريصين جدا. والفكره اللي كانت عندي ان القراءه الالكترونيه مشبعه، النهارده الفكره دي اتبدلت. ايوه صحيح. حسيت ان الكتاب له جمهوره وان الشباب حريص قوي على التواجد. بشكرك جدا جدا الكاتبه والاديبه الاسكندريه الاستاذه نجلاء خليل، ومبروك حفل التوقيع في معرض القاهره الدولي للكتاب. ان شاء الله. شكرا. متشكره جدا استاذ مجدي. شكرا. فقره ناجحه كمان انت بتقدمها. شكرا يا استاذه نجلاء. شكرا يا فندم. الله يخليك. شكرا ليك. مع السلامه. مع السلامه. نتجول في أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، نتعرف من خلال كتاب وأدباء الإسكندرية على جو هذا المعرض الكبير الدولي، ويعني نشارك أدباء الإسكندرية فرحتهم بتوقيع دواوينهم وإقامة ندوات لهم. من هؤلاء الكتاب الأديبة الشابة القاصة المتميزة هبة فاروق، كان ليها حفل توقيع أو ندوة عن مجموعاتها القصصية فينوس وميم ميم المذكر. اهلا بيك يا استاذه هبه. اهلا بحضرتك. لا معلش، اسم المجموعه ايه تاني؟ فينوس وميم المذكر. جديده ميم المذكر دي، دايما واخدين على نون النسوه احنا. بالظبط كده. انا قلت بقى يعني تبقى حاجه مميزه تميز الرجل. طيب كلمينا اولا عن مشاركتك في المعرض كضيفه عاديه، وبعدين كمشاركتك كاديبه، ثم عن معرض الكتاب نفسه بقى. والله يعني انا علاقتي بمعرض الكتاب من زمان. يعني معرض الكتاب حدث يعتبر أكبر الأحداث الثقافية اللي بتكون موجودة على مستوى مصر كلها، ويمكن على مستوى الوطن العربي كمان. أيوة. فأنا كل سنة بروح، يعني على الأقل آخر سنتين كنت دايما بروح. بس طبعا كنت علاقتي بيه إن أنا بشتري كتب، وممكن أحضر بعض الندوات حسب الوقت لأن أنا ببقى جاية من سفر. لكن السنة دي بالنسبة لي الوضع كان مختلف وكان مميز، لأن أنا طبعا لسه مطلعة كتابي من شهرين. أيوه. أو أكتر شوية، يعني 6 شهور تقريبا. المهم إن في آخر الفترة دي ابتديت أعمل حفلات توقيع، عملت في اسكندرية مرة وعملت في القاهرة مرة. فإن أنا أعمل حفل توقيع جوه معرض الكتاب وأبقى واقفة وسط كتب، وسط الناس الجمهور والناس تجيلي فبالتالي ده كان بالنسبة لي شيء رائع جدا. يعني ما هو نفس السؤال اللي سألته الأستاذة نجلاء خليل قبلك هسأله لك تاني، اللي كنت قلت لي إن أنا عملت حفلات توقيع كتير في اسكندرية لنفس الكتاب. لا مش كتير، هي في اسكندرية واحدة بس. واحدة بس. طب الفرق بينها بقى بين حفل التوقيع في المعرض نفسه بقى إيه بقى؟ هو المعرض نفسه يعني بص حضرتك بتحس إن أنت في احتفال كبير. يعني كل الناس تحتفل بالكتب. أيوة. يعني أنا قبل حفل التوقيع بتاعي كان في حفل توقيع، وبعدين حفل التوقيع بتاعي، وبعدين في أماكن تانية فيها حفلات توقيع تانية. يعني أنا حضرت حفلات توقيع أصدقاء ليا في أماكن، يعني في دور نشر تانية، وهم جولي. فالوضع كله احتفال عام، يعني كل الناس تحتفل. هو فعلا مكان مناسب جدا للالتقاء بين الكتاب الجداد وبين القراء. يعني حتى الحفلات التوقيع العادية في الغالب بيجي للأصدقاء فقط. لكن في معرض الكتاب انت في ناس كتير جدا ممكن تكون موجوده وتتعرف عليك وتتعرف على كتابك، وحضرتك برضه تتعرف على ارائهم مثلا ولو بشكل بسيط عن حتى العنوان او الغلاف. فبالتالي بيبقى العلاقه بين الكاتب والقارئ قريبه شويه في المعرض. فينوس وميم المذكر دي المجموعه رقم كام لهبه فاروق؟ هي المجموعه الاولى كطباعه، لكن انا طبعا يعني بكتب من كتير وعندي حاجات كتير ما نشرتهاش، واتمنى ان شاء الله ربنا ييسر لي النشر في السنه الجايه، لان انا عندي كذا عمل يعتبر كامل. ربنا المستعان. ان شاء الله. طبعا تشاركي في معرض اسكندريه الدولي للكتاب اللي هو يعقد في مارس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بشكرك جدا جدا الصديقه العزيزه الأديبة المتميزه هبه فاروق، ومبروك حفل التوقيع في معرض القاهره الدولي للكتاب. الله يبارك في حضرتك. متشكره لحضرتك جدا والراديو اسكندريه كله. شكرا استاذه. شكرا مع السلامه. ما زلنا معكم على موجة إذاعة الإسكندرية في هذه الفترة الثقافية المتميزة. كل أسبوع نقدم لكم من خلالها إطلالة على الحياة الثقافية
في الإسكندرية والبحيرة. والنهارده زي ما ذكرنا ان احنا بنواصل جولتنا مع أدباء الإسكندرية الذين ساهموا وشاركوا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكان لهم حفلات توقيع وكان لهم ندوات وكان لهم مشاركات عادية جدا كزوار للمعرض. مجموعة كبيرة جدا جدا من أدباء وشعراء اسكندرية بيشاركوا السنة دي في معرض القاهرة الدولي للكتاب. من الذين شاركوا في المعرض بحفل توقيع الكاتب الأديب والروائي السكندري الأستاذ أحمد السعيد. أستاذ أحمد أهلا بيك معنا. أستاذ أحمد كلمنا عن مشاركتك السنة دي في المعرض. والله بالنسبه لمشاركتي انا كانت مشاركتي السنه دي اقل من السنه اللي فاتت. ايوه ليه بقى؟ انا في 2015